فين تيتا؟ يلا. حبايبي وحشتوني. ازيك يا جيهان؟ الحمد لله يا فريد، انت عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. ايه احنا هنقف كده ولا ايه؟ يلا اقعدوا. تعالى تعالى. اتفضلي عادي. يلا يا بنات ماما. وحشتيني قوي يا مامي. وانتوا كمان وحشتوني اكتر. ايه ده يا مريم؟ ايه اللي انتي لابساه ده؟ انا مش قلتلك ما تلبسيش الجيبه دي تاني عشان تطلع عليكي وحشه؟ وحشة ايه بس اللي بتقوليه ده؟ ما هي زي القمر اهي. وانت يا جيهان تعبتي نفسك ليه؟ ده احنا كنا هنطلع لك. انا زهقت من نومة السرير يا فريد، قلت امشي رجلي شويه. وعامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. الحمد لله. طيب ما دام بقيتي احسن مش ترجعي بيتك بقى؟ لا يا فريد، عشان انا مش قادره اخدم حد. ومين اللي قالك ان احنا عايزينك ترجعي البيت علشان تخدمي حد؟ بالعكس يا ستي، ده احنا اللي هنخدمك. ولا انت البيت ما وحشكيش؟ أنا شايفة إن جيهان تفضل معانا لغاية الولادة، وبعدين نبقى نشوف هنعمل إيه. ايوه يا هانم، بس يعني انا شايف ان البنات محتاجين مامتهم جنبهم. البركة فيك يا أستاذ فريد. وبعدين معاك، انا شايف ان فريد معاه حق. فعلا البنات محتاجين مامتهم. كفايه عليهم ابوهم يا بابا. بعدين معاك ايه؟ خلاص خلاص يا عمي، خليها على راحتها. انت ما صدقت ولا ايه يا فريد؟ اسمعي يا جيهان، انا قبل ما اجي البيت ده فكرت 1000 مرة اني اجي، ولولا اصرار فاطمة ومريم انهم عايزين يشوفوكي انا ما كنتش جيت. بس الحقيقة انا كنت جاي وعندي امل كبير قوي انك لما تشوفي بناتك قلبك هيحن ليهم، وهيحن لحاجات كتيرة قوي كانت بينا. يلا يا بنات. بليز يا بابي خلينا قاعدين شوية مع مامي 5 دقايق بس يا بابي. فريد خليك قاعد شويه، البنات وحشوني، عايز اقعد معاهم شويه يا اخي. معلش يا عمي، يظهر ان انا جيت في وقت متاخر وما خدتش بالي. طيب ناكل لقمه مع بعض، قوم اعمل لنا العشاء. تعرف كويس إن أنا ما بتعشاش، وجيهان بتاكل زبادي بس، يعني أنت لوحدك اللي هتاكل معاهم. مفيش داعي للتعب يا هاني، انا هتعشى مع البنات، لانه انا شخصيا ما بلاقيش طعم لاي حاجه خالص من غير ما بناتي يكونوا حواليا. يلا يا فاطمه، يلا يا مريم. اسمعي يا جيهان، عايزك تعرفي كويس ان البيت ده انا مش هدخله ابدا الا لما تقومي بالسلامه وتكوني فكرتي كويس انك ترجعي بيتك زي زمان. تصبحي على خير. يلا يا بنات. فريد فريد يلا يا بنتي. استني يا جان، انا عاوزك. اسمعي لي يا حبيبتي، انت بكده هتخسري بناتك، هتخسري جوزك، هتخسري بيتك كله. بس انا يا بابا. ارجوكي اسمعي كلامي اللي هقوله لك. دي اسره محتاجه لصبر وتضحيه. صعب قوي ان احنا نكون اسره وبعدين نهدمها عشان شويه عناد. انا خايف عليكي لحسن في يوم يجي وقت تندمي على كل اللي عملتيه ده.